السلام عليكم. برشلونة يكتسح إلتشي بخماسية بعد مباراة كانت متكاملة إلى حد ما. بدك تحكي لي بالشوط الأول برشلونة ما كان مقنع، ولكن إذا بتتذكر معي برشلونة في المواسم الماضية ضد هذا النوع من الأندية خارج الأرض كان يعاني، يعني ماشي ما كان يخسر كثير مباريات ولكن على الأقل كان يعاني. فأنت لما تفوز على نادي إلتشي خارج الأرض وأمام جمهورهم فوز هادئ، أنا سميته اكتساح بهدوء، خماسية من دون ضجة بالبدلاء. خلينا نحكي كلنا شفنا بداية أو دخول فليك للمباراة. أنا صراحة استغربت من التشكيل. جافي مع بيرنال أعتقد أول مرة بيلعبوا، من أمامهم فيرمين، وفي الهجوم أديمي مع ورافينيا ولامين يامال. والمصيبة الكبرى أو المفاجأة الكبرى كانت بالنسبة لي لما شفت خط الدفاع في إسبارد وجنبه كريستنسن اللي بيغيب 5 مواسم، بيرجع بيلعب له مباراتين ببدع فيهم، النادي بجدد له 5 سنين، بغيب لاخر الموسم بيرجع بيلعب مباراتين، النادي بيرجع بجدد له 5 سنين. هاي دورة حياة كريستنسن. وجنب كريستنسن جيرارد مارتن، وعلى اليمين كان إريك غارسيا. فدخول المباراة كان غريب بالنسبة لي شوي. التشكيل كان عندي تحفظ عليها، وراح نحكي هسه، راح نحلل الشوط الاول، راح نحلل الشوط الثاني، شو اللي اختلف في برشلونة في الشوط الثاني. ولكن على المستوى الشخصي انا مبسوط من النتيجة. هاي النتيجة يا جماعة مش مجرد نتيجة، والفوز مش مجرد فوز فوز عابر. لما تفوز بخمس أهداف وانت مش مقنع، فانت شو الرسالة اللي انت ممكن توصلها لخصمك او ممكن توصلها للأندية اللي بتنافسك؟ لما انا داخل بالبدلاء بلعب مباراة صعبة خارج الميدان، اكيد التشي مش اتلتيكو مدريد، ولكن مباراة صعبة. احنا عارفين انه في الدوري الاسباني ما في مباراة سهلة. بتفوت المباراة بتكتسح بهدوء، ما بتكون كثير مقنع، ولكن تطلع بخماسية بالنهاية. والاحلى من هيك انه جوردون اللاعب اللي انت جايبه جديد بيدخل وبيسجل، بيصنع هدفين، واديمي بيسجل هدف، وفيرمين بيستعيد مستواه بعد الاصابه او بعد الانتكاس. وانا شخصيا كنت خايف على فيرمين لوبيز، خوف كبير بصراحه، لانه اللي صار معه إشي مش سهل. زملائه فازوا في كأس العالم وهو انصاب وكان مستدعى لقائمة المنتخب الإسباني. الكل صاروا أبطال عالم إلا هو. فأنا حكيت بصراحة، كان عندي تحفظ، حكيت يمكن فيرمين يتأثر بهاي الشغلة سلبا، ولكن فيرمين لوبيز اليوم بيرجع وبقدم أداء تاريخي. فأهم شيء أنا بالنسبة لي صار إني اطمنت على مستوى فيرمين، وبالنهاية أكيد اطمنت على مستوى قائد نادي برشلونة أو المحرك الديناميكي أو قلب برشلونة النابض هو رافينيا. لأنه برشلونة من غير رافينيا يعني ممكن تحكي تائه أو فاقد لشيء معين، بيفتقد لشيء معين، لشخصية قائد على أرض الملعب. رافينيا اليوم ضغط عالي، تسجيل، صناعة، كان لاعب خرافي مؤثر، موجه لزملائه، قائد فعليا قائد. ولكن الشيء اللي بزعل، قبل ما نفوت بالشوط الاول وليش الشوط الاول كان سيء ونحكي على الشوط الثاني، الشيء اللي بزعل بالنسبه لي هو لامين يامال. حسيته اليوم مش جاي يلعب كرة قدم. انا بعرف الموسم الماضي برضه لامين يامال دخل الموسم تدريجي لحد ما وصل البيك تبعه او المستوى اللي احنا بنعرف لامين يامال فيه. بس المستوى اليوم كان مش انه جيد تمام، يعني انا بقدم المستوى مستوى اقل من اللي انا معروف فيه وخلص بطلع باي لقطة او ما بكون سيء. لا لا، طلع من المباراة اسوأ شيء في المباراة. أسوأ لاعب في المباراة أنا شفته هو لامين يامال. ما أقنعني أبدا. ولا مراوغة على ما أذكر، ولا مراوغة صحيحة، ولا الباصات، نسبة نجاح التمريرات عنده أقل من 70%. يعني أرقام كارثية بصراحة. مستوى كان مخيب جدا من لامين يامال، ولكن العناصر الموجودة عوضوا لامين يامال، مثل رافينيا، فيرمين، أديمي قدم مستوى طيب إلى حد ما. لاعب سفاح في الضغط على الخصم، لاعب سفاح في الضغط على حامل الكرة. فأنا انبسطت في المستوى اللي قدمه أديمي، وانبسطت أكثر في الهدف اللي سجله. ولكن اللي زعلني بصراحة هو جوردون لما مرر الكرة لفيرمين لوبيز. صح، هاي المواقف أو هاي الأهداف بتخلي في ترابط بين اللاعبين، ولكن لا، أنت لاعب جديد،
سجل هدف. فيرمين مسجل اهداف وعارفين فيرمين، فانت بحاجه الهدف حاليا، انت لازم تدخل في المنظومه. ويعني نكون صريحين، على الجهتين في ايجابيه وفي سلبيه. لو سجل سدد وضيعها راح يلوموه انه ليش ما مررت، بس ممكن يكون في انه ليش ما مررت لي انا وياك، وليش دخلت في موضوع الريسك انك تسجل او تسدد. فعلى الجهتين في ايجابيات سلبيات، هو اختار الخيار اللي هو بيناسبه. على كل حال اللاعبين أدوا، ولكن اللاعب كمان اللي بدي أعتب عليه هو جافي. جافي يا جماعة من بعد الإصابة لحد الآن مختفي تماما. جافي ما بعرف شو قاعد بصير مع جافي. مش المستوى اللي بنعرفه عليه، مش اللاعب اللي تعودنا عليه. لا تمريرات، لا احتفاظ بالكرة، لا تقدم في الكرة، ولا حتى دفاعيا لما يجي يتدخل بيرتكب خطأ. يعني ما بتدخل وباخذ الكرة من غير خطأ، لا، لازم يعمل خطأ عشان ياخذ الكرة. فجافي كان من أسوأ اللاعبين اليوم. أما بيرنال على العكس تماما، أنا كثير عجبني المستوى اللي قدمه بيرنال. بشوف جافي وبيرنال ثنائية ما بتصلح، لأنه الاثنين ما عندهم ميزة الاحتفاظ بالكرة ومداورة الكرة، أو خلينا نحكي تهدئة الرتم. والحلول هاي اللي بعطيك اياها بيدري مثلا على سبيل المثال، انه بيحتفظ بالكرة، بيمشي شوي، بيهدي الرتم، باص بكسر لك خطوط. فلاعبين متشابهين. ولكن بيرنال كان اليوم يعني شو انت ممكن تتوقع من لاعب صغير لسه مش ماخذ اساسيه، بس بيرنال اليوم قدم مستوى طيب. كقاطع للكرات كان جيد جدا. كممرر شفت له تمريرتين تقدميات وتمريره او عفوا تمريره بينيه لامين يامال، ولكن طالت على لامين يامال. فبشكل عام الفريق كامل ادى الا كم لاعب اللي حكينا عنهم. الدفاع إيريك غارسيا كان ممتاز، بعطيه 9/10. كريستنسن ممتاز جدا، التمركز تبعه. كريستنسن بالكرات او التمريرات اللي بيلعبها، الدور اللي بيلعبوا فيه الدفاع. جيرارد مارتن قاعد بيتطور بشكل كبير. اسبرت جيد كان في مباراة اليوم، ولكن بدي اوقف شوي عند كريستنسن. كريستنسن يا جماعة انا لو بضمن انه هذا اللاعب مش راح ينصاب في قادم الايام، بحكي لك ممكن انت تخاطر وتدخل الموسم من غير قلب دفاع. بصير عندك مثلا انت كريستنسن، جيرارد مارتن، كوبارسي، وبالاضافه الى كوندي مثلا او إيريك غارسيا. فاحنا بحاجه قلب دفاع، يعني شئنا ام ابينا، بس بحكي لك ممكن نبرر لاداره برشلونه. طيب حكينا عن اللاعبين، فصلنا اللاعبين مين اللي ابدع، مين اللي قصر في هذه المباراه. خلينا نحكي شو صار في المباراه، ليش برشلونه كان سيء جدا في الشوط الاول. الشوط الاول برشلونه دخل المباراه كان الطرف المدافع اكثر. إلتشي كان جريء اكثر الى حد وصول ركله الجزاء اللي سجلها رافينيا. ومن بعد تسجيل ركله الجزاء برضه برشلونه ما سيطر على الكره، ما عرف يحتفظ بالكره لفترات طويله. وانا بعتقد انه سبب عدم مداوره الكره وعدم اخذ الاستحواذ الكامل اللي احنا متعودين عليه نشوفه في برشلونه، هو غياب اللاعب اللي بيقدر يحتفظ بالكره لاكبر فتره ممكنه. وزي ما حكيت انا من قبل، جافي وبيرنال مش اللاعب، حتى فيرمين لوبيز مش اللاعب اللي ممكن يحتفظ بالكره. فبصفي عندك هو لامين يامال اللاعب الوحيد اللي قادر يحتفظ بالكره، اللي يعطيك تمريره خارقه، ولامين يامال ما كان في يومه. فهذا السبب الاول اللي كان مسؤول عن سبب سوء برشلونه في الشوط الاول، بالاضافه لسوء اللاعبين. مثلا جافي هو مش افضل شيء بالاحتفاظ بالكره، ولكن كان برضه سيء. لامين يامال كان سيء. ف انا بشوف هذا السبب هو السبب اللي كان خلف سوء برشلونه في الشوط الاول. في الشوط الثاني او تحديدا في الشوط الاول في الدقيقه 45 انصاب جافي زي ما احنا عارفين. لسه مش مبين شو الاصابه، ولكن مبين انها ممكن تكون
3 أسابيع 4 أسابيع، الإصابات اللي معروفة عن لاعبين نادي برشلونة. بيدري دخل في نهاية الشوط الأول. خلينا نحكي الشوط الثاني تغير الموضوع، تغير شكل برشلونة. بيدري صار يحتفظ بالكرة، يرسل التمريرات، يعمل إدارة لوسط ميدان نادي برشلونة. فاختلف شكل برشلونة بالكامل. بس خليني أنا شوي يعني خلينا نحكي زعلان من مستوى لامين يامال. لامين يامال اليوم خذلني بصراحة. بداية موسم احنا عارفين، بداية موسم لسه مش حكم. احنا يعني يا جماعة ما في حدا بيحكم على اللاعب من مباراة. بس لامين يامال، انت لامين يامال، انا بدي افوت الموسم، بدي منك ايش؟ بدي منك اشوف اللي شفته مثلا من جوردون دخل بده يركض، بده يلعب. فيرمين لوبيز من بداية المباراة بضغط وبرجع وبروح. لامين يامال لا ضغط، لا تمرير، لا مراوغات، تأثير صفر كان في المباراة. فعشان هيك عتبي على لامين يامال في هاي المباراة. ولكن ظهر وحش آخر اسمه رافينيا في الشوط الثاني، وهو اللي كان خلينا نحكي قلب حال برشلونة وسهل المباراة على برشلونة. وزي ما حكيت أنا، برشلونة كان عنده مشاكل في هاي المباريات يعني عادة في الموسم السابق أو في الموسم الماضي. فحلو، أنا انبسطت على الفوز اليوم لأنه أجا خلينا نحكي بمجهود أقل. المجهود ما كان كثير كبير، صح. فيرمين لوبيز بذل مجهود كبير، أديمي ضغط، رافينيا ضغط، ماشي. ولكن بشكل عام كفريق كامل ما كان الفوز المجهد أو اللي بيستنفذ طاقتك. فعشان هيك أنا مبسوط بالفوز، يعني مش معترض على انه ما كان كثير مقنع. ويا جماعه احنا لو تلاحظوا احنا وصلنا جماهير برشلونه فايزين 5 وبنرجع وبنطلع نحكي فوز مش مقنع وكان ممكن يكون احسن. فالحمد لله على النعمه الله يديمها علينا. ف نكمل عن أسباب تحسن نادي برشلونة. السبب الأول هو دخول بيدري مثل ما حكينا. السبب الثاني هو مرتبط ببيدري، اللي هو تأثير بيدري على زملائه. بيدري عنده تأثير غير طبيعي على زملائه. لما دخل صار الكل يتحرك أحسن، كانوا يتحركوا. صار اللامركزية عند لاعبين الهجوم أفضل، خصوصا بين أديمي وفيرمين لوبيز ورافينيا. تبادل مراكز كان ولا اروع. في الشوط الاول شفنا لا مركزيه، ولكن انا ما شفتها بالطريقه المؤثره زي الشوط الثاني. فانت بتحكي لما تحكي عن بيدري فتحكي عن لاعب مؤثر بغير لك شكل فريق بالكامل. بيدري لاعب لا يستهان فيه بالمره، مهم جدا لنا للموسم، واحنا عارفين كلنا عارفين هذا الكلام. فالفريق بشكل عام بعد بيدري صار يتحسن افضل فافضل، والعناصر اتحسنوا مع دخول بيدري. بعدين اللي خلى الفريق او اللي خلى برشلونة يتحسن اكثر اللي هو خروج لامين يامال. بعد خروج لامين يامال شفنا فرص اكبر واستغلال للفرص اكبر. كانت الجهة اليمين شبه معدومة بصراحة. رافينيا راح على اليمين. رافينيا اليوم على فكرة اشغل مركز اليمين، رأس الحرب، صانع الالعاب، واليسار. رافينيا قدم ادوار ممتازة خرافية، وحسيت في تفاهم بينه وبين جوردون وبين أديمي، مع انهم مش كم المباريات اللي لعبوهم مع بعض، غير كم مباراة ودية. وكان يعني مش كل العناصر موجودة، ولكن حسيت في كيمستري حلو بين رافينيا وأديمي او جوردون وفيرمين لوبيز. لامين يامال زي ما حكينا ما دخل في الأجواء. فهذا إشي مبشر. ولا مركزية إشي حلو. مثلا لو نشوف فكرة مثل فكرة باريس سان جيرمان، مع إنه أنا لا بدي مهاجم. يعني أنا شفت ريلزات بتحكي لك خلص فليك بيقدر يدبر حاله، وهذا رافينيا اليوم لعب مهاجم وأدى الغرض وسجل هدفين. الله يرضى عليكم، بدنا مهاجم لأنه ما بزبط. يعني برشلونة يدخل على موسم أهدافه عالية فيه، دوري إسباني، دوري أبطال وإلى آخره، من دون مهاجم فهذا الكلام ما بزبط. بس مباراة كانت مثالية.
من وجهة نظري أنا بشوف نجم المباراة بين رافينيا وفيرمين لوبيز، بس أنا بروح مع رافينيا من ناحية تأثيره على كقيادة على أرض الملعب. رافينيا كان رائع اليوم، سجل، صنع هدف، قاد المجموعة، صار بيوجه اللاعبين، بيضغط، فعمل مجهود خرافي. رافينيا لاعب رائع ومهم جدا لهانسي فليك. المباراة بصراحة خفيفة لطيفة، خلينا نحكي ما شفنا فيها الأفكار الخرافية من هانسي فليك، يعني التكتيك اللي كنا نشوفه، ولا الهجوم الكاسح مثل المباريات اللي كنا نشوفه في الموسم الماضي أغلب المباريات. ف يعني بتخيل هذا أكثر شيء ممكن نحكيه على المباراة. على كل حال مبارك جماهير برشلونة، بداية مبشرة، انا مبسوط في هيك بدايه واعتقد انه انت مبسوط كمان. ما بدنا نحكي جانب سلبي زياده، صح كان في اشياء سلبيه في الفريق مثل زي ما حكينا بدناش نعيدهم، بس بدناش نركز على الجانب السلبي بس، لا، حلو الفوز يا جماعه اللي بيكون كبير مردوده كبير وبس وانت مش تعبان فيه كثير. يعني حلو الفوز هذا، فوز بالبدلاء، وغير الرسائل اللي بترسلها مثلا لريال مدريد جوزيه مورينيو انه انا داخل ومش ناوي لك على خير. والثالثه واللقب الثالث انا بحكيها مساله وقت لا اكثر ولا اقل. على كل حال هيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بدي اذكرك تشترك في القناه وتضغط لنا على زر اللايك. كان معكم محمد اكرم، ان شاء الله ان اكون وفقت في تقديم هذه الحلقه، وبتمنى انها نالت اعجابكم، والسلام عليكم.